الصحبة الصالحة شيء مهم جدا جدا في حياتنا. أتذكر والدتي رحمة الله عليها كانت ليها 2 من أصحابها توطدت علاقتها بيهم بعد وفاة بابا الله يرحمه. كانوا مع بعض في كل وقت. يعرفوا ان في حد مثلا مريض يروح ال3 يزوروه مع بعض، يعرفوا ان في حالة وفاة ال3 يقوموا بالواجب مع بعض، في رمضان يصلوا صلاة القيام مع بعض، صلاة التهجد مع بعض، دايما بيذكروا ربنا ويقعدوا في التليفون، يقعدوا بالليل يقعدوا يتكلموا مع بعض وخايفين يقفلوا السكة حد فيهم مثلا ينام وتروح عليه صلاة الفجر، يقعدوا مع بعض يتكلموا لحد ما صلاة الفجر والفجر يأذن ويقوموا يصلوا الفجر ويذكروا بعض بقيام الليل. الله الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة شيء مهم جدا جدا يا جماعة في حياتنا. عشان كده سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول لنا يحشر المرء مع من أحب والمرء على دين خليله. صاحبوا ناس تقربكم من ربنا، قربوا من ربنا يا جماعة، لأن مفاتيح الخير كلها في إيد ربنا. مفاتيح الخير بتاعتكم ومفاتيح السعادة بتاعتكم كلها في إيد ربنا، فقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. دي كل الدروس المستفادة، ده الدرس المستفاد رقم 5، وكده أنا خلصت كل الدروس المستفادة من قصة الهجرة النبوية. أتمنى من الله أن أنتوا تكونوا استفدتوا، أتمنى أن أنتوا تعملوا شير عشان الكل يستفيد، ويا رب استخدمنا ولا تستبدلنا. بس كده.